جماعة ما بدنا نخوفكم ولكن الحذر واجب. من بعد ما نحن كلنا عرفنا كيف CIA عم بيستخدموا السمارت TVs أو التلفزيونات الذكية بالتجسس. They can take over your smart television and turn the speaker into a microphone so that they can listen to what's being said in the room even when the TV is turned off. وحتى الريموت تبع سمارت TV لأنه بقلبه مايكروفون قادرين يتجسسوا عن طريقه. هلأ جاي أخبركم شغلة بعد أجدد من هيك، شغلة من يومين صارت. أبل اشتريت بتقريبا بين المليار ونص أو المليارين بحسب تقدير فاينانشال تايمز، اشتريت ستارت اب اسمها Q.AI. هيدي الستارت اب مؤسسة إسرائيلي اسمه أفياد مايزلز. أفياد كان هو من الناس يلي ساهموا بتطوير الفيس اي دي اللي نحن لما بتعرفوا مستخدمين الايفون لما تطلعوا بالتليفون كيف بيعمل انلوك. هذا الإسرائيلي كان المساهم بأنه وصلنا لهالتكنولوجي. هلأ هي تاني مرة بيشتروا منه شيء واللي هي اشتروا Q.AI. شو بتعمل هالستارت اب؟ طورت نظام بيقرا الهمس يعني بطلوا ناطرين نحن نحكي ليتجسسوا علينا، صار بالهمس، لأنه من تقريبا السنة سجلوا أو قدموا طلب ببراءة اختراع ليصيروا قادرين عن طريق المايكرو اكسبريشنز تبعوا للوجه يقروا الشخص شو عم يحكي، يعرفوا مين هو، بل وكمان يعرفوا حالته النفسية، هو عم بيقول شيء اللي عم بيقوله. يعني إذا بدكم من الآخر الوقفة بالمطبخ مع إنه نقول هيدي بدنا ننساها، ما عاد في هيك شيء. صار حتى الهمس معروف، عم ينعرف مين اللي عم يهمس، وأيضا عم تنعرف حالته النفسية هو عم بيقول هذا الشيء. هذا الموضوع مش من عندي، عم تشوفوا كل الوثائق يلي أمامنا. أجان مش جايين نخوفكم ولكن الحذر واجب، فيا جماعة ديروا بالكم.